الحلقة رقم 23، الترقية اللي ما جاتش. ساعات كتير بنشتغل ونتعب ونستنى التقدير، هيبقى عبارة عن ايه؟ يا ترقية يا مكافأة، وبعدين يجي القرار بقى ايه؟ لحد تاني. انا فاكر موظفة زمان اسمها سارة كانت بتشتغل اضعاف زملائها، بتساعد في مشروعات مش بتاعتها، تفتكر او هي كانت بتفكر ساعتها ان ده هيفرق في الترقية. لكن لما جت الترقية راحت لزميل اقل خبرة، بس بيعمل ايه بقى؟ بيعرف يرضي المديرين. سارة زعلت جدا، لكن بدل ما توقف شغل وطموح وتطوير قررت تخلي شغلها هو شهادتها. بدأت تبني بورتفوليو محترم وقوي، في دورات تدريبية، في ريكومنديشن من ناس على لينكد ان، تحضر مؤتمرات وتوسع شبكة علاقاتها. ركز، بعد شهور جالها عرض من شركة أكبر وبترقية كانت بتحلم بيها من غير ما تطلب. رسالتي ليك النهاردة، مش كل التقدير بيجي من المكان اللي انت فيه، خلي بالك، وأوقات لازم تخرج تدور عليه. توصيتي ليك النهاردة والعملية، ما توقفش تطوير نفسك على الغاية اللي هي الترقية. خلي شغلك دايما جاهز، ارفق كل حاجة بتعملها بديكومنتيشن ينفع تتحط في السي في. اشتغل على علاقاتك في المجال والمجالات اللي حوالين المجال بتاعك، وخلي بالك لو الباب اتقفل في أبواب تانية محتاجة تدق عليها. سؤال ليك النهاردة، ايه المهارة اللي لو طورتها النهاردة هتخليك جاهز لأول فرصة تيجي قدام؟ اشوفكم في حلقة جديدة من بسمة عمل.